يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده جايبه لكم قصه الفنانه الكبيره نجمه الجماهير نادية الجندي. تعالوا معايا نتعرف على نشأة الفنانه نادية الجندي وازاي عاشت حياتها وازاي وصلت انها تاخد لقب نجمه الجماهير. اتولدت نادية محمد عبد السلام الجندي في 24 مارس 1946 في الاسكندريه، يعني اسكندرانيه. نشأت في عيلة من طبقة متوسطة، أبوها كان بيعمل في المقاولات وينشئ المباني. أبوها عبد السلام كان أحد أعلام حزب الوفد قبل ثورة 1952. وفي السنة الأخيرة وهي في التوجيهية كانت في مدرسة نبوية موسى، شاركت في مسابقة ملك الجمال الإسكندرية 1958 وقالت أنا لو أخدت اللقب ده هوصل لمكانة أكبر. وفعلا عرفت تتعرف على الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي وأخدتها في فيلم جميل أبو حريت، وعملت فيه دور المجاهدة علي. ده في فيلم جميل أبو حريت كان مع ماجدة ورشدي أباظة وأحمد مظهر، وكان إخراج يوسف شاهين. ماجدة الصباحي كانت عارفة إنها نجمة مسرح الطالبات، وفازت بالمركز الأول في حضور كمال الدين حسين وزير التعليم. يعني مش بس ملك الجمال، لا كمان إنها نجمة مسرح، فكانت معجبة بيها جدا. علشان كده خدتها في أول فيلم ليها اللي هو جميلة بحريت. علشان عارفة إن مصر أم الدنيا، جت نادية الجندي على مصر وفعلا مثلت بعض الأفلام وكانت فيها دور تاني وتالت، لكنها نجحت. كان من أهم أعمالها بامبا قشر اللي قررت إنها تنتجه، وأنتجت الفيلم ده ب55,000 جنيه وحقق إيرادات كبيرة جدا. فعلا نجمة الجماهير ما جاتش من فراغ. لو تشوفوا فيلم البطنية اللي عملته نادية الجندي، تمثيل وأداء وكل حاجة بصراحة. وكمان فيلم وكالة البلح فظيع بصراحة، تمثيلها جامد. ولا شهد الملكة، وكمان فيلم الضائع لما مثلت فيه دور المدمنة. ولا فيلم جبروت امرأة. بصوا، هي لازم تاخد فعلا لقب نجمة الجماهير لأن تمثيلها فعلا مفيش زيه. وكمان إيرادات أي فيلم، وخصوصا فيلم 5 باب اللي حقق نجاح كبير جدا مع النجم الكبير فؤاد المهندس وعادل إمام. والفيلم ده كان فيه مشاكل كتير جدا، خصوصا ان نادية الجندي بقى لها اسم وكانت مصممة تحط اسمها قبل الفنان الكبير عادل إمام. شوية مشاكل بقى كانت حاصلة، وبعدها عادل إمام قرر ما يشتغلش معاها تاني مهما حصل. أكتر الأفلام اللي حققت إيرادات كبيرة جدا، وخلي بالكم كل الأفلام دي كانت إنتاج محمد مختار، فيلم امرأة هزت عرش مصر، وكمان 48 ساعة في إسرائيل، ومهمة في تل أبيب، ولا الجاسوسة بقى حكمة فهمي كان فظيع برضو، وكمان فيلم اغتيال. حقيقي بجد أفلامها كانت رائعة جدا جدا واستحقت لقب نجمة الجماهير. وكان آخر فيلم عملته فيلم الرغبة، وبعدها اتجهت للتلفزيون وعملت شوية مسلسلات كان أهمهم مشوار امرأة، من أطلق الرصاص على هند علام، ملكة في المنفى، أسرار، وآخرهم سكر زيادة، اللي كانت مع عدوتها اللدودة أو اللي كانت عدوتها الفنانة نبيلة عبيد. وحققت نجاح مش بطال بالنسبة انهم أول مرة يمثلوا مع بعض، وده علشان تثبت للجمهور ان ما عادش فيها عداوة بينها وبين نبيلة عبيد خالص. اما عن حياتها الشخصية فمش هنتكلم عليها كتير لانها ما اتجوزتش الا مرتين بس. المرة الاولى من الفنان الكبير عماد حمدي وانجبت منه ابنها الوحيد هشام، وعاشت معاه من 1962 ل 1974، يعني عاشت معاه 12 سنة. وراء كتير لنادية الجندي قالت ان هو ما حاولش يساعدها خالص طول فترة جوازهم، بل بالعكس كان بيحاول يبعدها عن الوسط الفني خالص. اما الزوج الثاني فكان المنتج الكبير محمد مختار اللي اتجوزوا في 1978 وانفصلوا في 1995، اللي انتج لها معظم افلامها. ولانه كان عاوز يخلف فاتجوز الفنانة الكبيرة رانيا يوسف وانجب منها بنتين. ترى ايه اكتر فيلم بتحبوه للفنانة الكبيرة نادية الجندي؟ اوعوا تنسوني لو وصلتوا لنهاية الفيديو، اوعوا تنسوني في اللايك واشتراك للقناة، وهستنى تعليق.